بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين. إخواني الكرام، في هذه الساعة نستحضر فقيدتنا الشريفة الجليلة السيدة فاطمة الزهراء بنت الشريف مولاي أحمد بن الشيخ مولانا عبد الكبير الكتاني. نستحضرها رحمها الله تعالى، وقد توفيت وفقدناها في وقت لم يكن أحد يتوقع ذلك، وفي وقت فوجئنا جميعا بهذا الفقد وهذه الخسارة التي ذكرتنا، خاصة نحن الأسرة الكتانية في المغرب وأصهارنا وأحبابنا وأرحامنا. ذكرتنا في أشخاص أعزاء فقدناهم في السنوات الأخيرة، كانت لهم مكانتهم وكان لهم أثرهم، وتركت وفاتهم بصمة ثابتة في قلوبنا وفي أذهاننا لا يمحوها ولا يمسحها الزمان. نتذكر بهذه المناسبة زوجها عمنا سيدي عمر الكتاني رحمه الله تعالى، الشريف الوجيه المحبوب من الجميع، الذي كان بيتهما كعبة للزوار ومناخا لمن يأتي من داخل المغرب ومن خارجه، فيفتحان لهم قلباهما وعقليهما، ويفتحان أيديهما بالكرم وبالعطاء. ونذكر كذلك عمنا الكبير الدكتور سيدي جعفر الكتاني رحمه الله تعالى، عميد أسرتنا الذي كان كبيرنا، والذي كان نسيج وحده ثقافة وعلما وكرما وحسن استقبال. ونذكر كذلك عمنا الدكتور سيدي يوسف الكتاني رحمه الله تعالى، الذي خسرت العائلة بوفاته الكثير، خسرت معاني العلم مع التواضع مع الكرم مع حسن الاستقبال مع الثقافة الواسعة والمكانة في الداخل والخارج. هكذا بهذه الوفاة نستحضر الكثير الذين هم سلفنا، والذين هم كبراؤنا، والذين يشكلون منعرجات مهمة في حياتنا وفي ذاكرتنا. نستحضر والدي الدكتور مولاي الكتاني رحمه الله تعالى، نستحضر عمنا الوجيه سيدي الفاطمي الكتاني رحمه الله تعالى، ونستحضر الكثير ممن ذكرتهم وممن لم أذكرهم، وعم الأعمام وكبير الكبراء عمنا مولانا إدريس رحمه الله تعالى، هذا الأيقونة
الكبيرة التي تركت بصمتها في تاريخ المغرب وتركت مكانتها بيننا. ولو عددنا الأسماء فإننا سنعدد الكثير، لأن الشرفاء كل واحد منهم قد تميز إما بعلم أو بخلق أو بطيبوبة أو بتواضع أو بكرم أو بوجاهة أو بمكانة أو بجميع ذلك، فرحمهم الله تعالى جميعا. ولا ننسى كذلك مسند العصر الذي كان الناس يأتون من العالم ويهفون ويزدحمون في بيته، عمنا مولاي عبد الرحمن بن الشيخ سيدي عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى كذلك، الذي كنا نجلس عنده الأيام ونحن نقرأ عليه كتب الحديث فيذكرنا بأيام السلف من المحدثين الكبار رحمهم الله تعالى. الشريفة لاله فاطمة الزهراء رحمها الله تعالى لها مكانة خاصة ولها اعتبار خاص رحمها الله، فهي من أوسط آل بيتنا بيتا ومن أرفعهم مكانة. والدها العلامة مولاي أحمد الكتاني، وإن كان توفي شابا ولكنه كان عالما شاعرا أديبا معدودا من العلماء المرموقين، وهو ابن جبل السنة والدين الإمام الأعظم مولانا أبا المكارم عبد الكبير ابن أبي المفاخر القطب سيدي محمد بن عبد الواحد الكتاني. وأعمامها هم عناصر مهمة في كتابة التاريخ المغربي. فعمها الأكبر هو الشيخ أبو الفيض سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني الشهيد رضي الله عنه، مؤسس الطريقة الكتانية، الإمام العارف الذي كان يلقب بأعجوبة النوع الإنساني، والذي كان أول من نادى بالحركة الدستورية في المغرب، وأول من طالب بوضع دستور للمغرب سنة 1907، والذي كان أول من دعا للجهاد ضد فرنسا، والذي قام بحركة تصحيحية ممثلة في البيعة الحفيظية من أجل أن يبني مغربا حديثا مبنيا على القانون ومبنيا على الدستور ومبنيا على السلطات الواضحة وتوزعها ما بين الحاكم والمحكوم. وطالب بالبرلمان الشيء 1907، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه وهو زعيم هذه الحركة الإصلاحية، فإنه لم يكن يرى التصوف فقط الزهد والعبادة والانزواء، ولكن كان يرى أن الصوفية ابن زمانه يجب أن يعيش مع المسلمين في جميع قضاياهم، وأن يحمل هم الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. وتوفي واستشهد على هذا المبدأ وعمره 37 عاما، وترك نحو 340 مؤلف وآلاف الرسائل، وطريقة يتبعها الآلاف المؤلفة من المغرب إلى إندونيسيا. وعمها الآخر هو حافظ المغرب ومحدثه الذي كان يعرف بالمكتبة المتنقلة، الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى، الذي أخبرني مدير المكتبة الملكية الدكتور أحمد شوقي بن دين قال لي: طفت مشارق الأرض ومغاربها فلم يكن الناس يسألونني في علماء المغرب سوى عن عالمين، سيدي عبد الحي الكتاني وسيدي محمد بن جعفر الكتاني رضي الله عنهم جميعا.
قال كأن المغرب لم ينجب سوى هذين العالمين. الشيخ عبد الحي الكتاني له المكتبة التي طارت بذكرها الآفاق، والتي كان يرحل إليها من المشرق والمغرب، وتضمنت نوادر لعلماء الإسلام منذ القرن الثاني الهجري إلى الآن. ويكفي أن كتاب بر الوالدين للإمام البخاري الذي كان مفقودا منذ زمن الحافظ ابن حجر فما قبله وجد في مكتبة الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى. ويكفي أن كتاب حلية الأولياء وكتاب مسند الإمام أحمد الذي هو من أعظم مسانيد الإسلام إنما طبع عن نسخ من مكتبته رحمه الله تعالى. ويكفي أن مكتبته كانت قبلة الوراد من جميع بلاد الدنيا، مسلمين وغير مسلمين، عربا وعجما، فقد نهل منها علماء الإسلام. نهل منها العباس بن إبراهيم في تاريخ مراكش، ومحمد داود في تاريخ تطوان، وعبد الرحمن بن زيدان في تاريخ مكناس، ونهل منها ليفي بروفنسال في عدة من كتبه، وأنغي دو كاستغي في كتابه التاريخ غير المكتوب للمغرب الذي كتب منه 34 مجلدا، وماسينيو وغيرهم من المؤرخين والمستشرقين من الأوروبيين وغيرهم. وعمها الثالث هو العلامة مولاي الماحي الكتاني رحمه الله تعالى، الذي كان من علماء مدينة الصويرة، ولا يوجد عالم من علماء الصويرة المبرزين إلا ودرس عليه، وهو شيخ السماع في الجنوب المغربي، فجل شيوخ السماع إنما أخذوا عليه وتعلموا منه رحمه الله تعالى. في هذه البيئة نشأت رحمه الله. ولو تحدثنا عن أبناء هؤلاء الأعمام الذين أكرمها الله تعالى بهم فسنتحدث عن علماء كبار، ولكن لا أطيل بالمجلس، فيكفي أن نذكر منهم الشيخ محمد الباقر الكتاني، والشيخ محمد المهدي الكتاني، والشيخ مولاي إبراهيم الكتاني، والشيخ مولاي علي الرضا الكتاني، والشيخ عبد الأحد الكتاني، والشيخ مولاي الكبير، والشيخ سيدي أبو بكر أبناء الشيخ عبد الحي، وغير هؤلاء الذين تركوا مؤلفات تعد بالمئات، وتركوا تلاميذ انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وتركوا نظريات في الفقه والأصول والحديث والتفسير والتصوف والتاريخ والبلاغة والشعر وغير ذلك. تركوا دواوين، وتركوا موسوعات، وتركوا كتب، وتركوا أعمالا رفعت رأس المغرب عاليا. من هذه البيئة نشأت رحمها الله تعالى، وهؤلاء هم أعمامها وهم أقاربها وهم أرحامها الذين نشأت بينهم. فلما كبرت وشبت خطبها ابن عمها الشريف الجليل سيدي عمر ابن شيخ الإسلام في بلاد الشام ورئيس رابطة علماء الشام الشيخ سيدي محمد المكي الكتاني رحمه الله تعالى، وهم كذلك من أوسط البيت الكتاني نسبا ومن أعلاهم مكانا. فالشيخ مولاي المكي رحمه الله تعالى صاحب نهضة علمية ودينية كبرى، ليس في بلاد الشام فقط ولكن في العالم الإسلامي رحمه الله تعالى، وهو السبب الذي تأسس من أجله رابطة علماء العالم الإسلامي، وهو الذي أسس للجذور الأولى، الطلائع الأولى للمقاومة الفلسطينية، وهو الذي جمع علماء بلاد الشام، ليس سوريا فقط إنما سوريا وفلسطين ولبنان والأردن تحت مظلة واحدة، وجعل لهم صولة وجولة. عمنا سيدي عبد القادر هو أعرف الناس بتلك الأخبار حفظه الله، ووالده شيخ الإسلام وإمام أئمة الأعلام الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى.
الذي أذعن له علماء المشرق والمغرب وملوك المشرق والمغرب، وكان له من أمره ما هو معلوم ومسطور في الكتب وفي الدفاتر. وجده شيخ الإسلام كذلك، وشيخ الجماعة سيدي جعفر بن إدريس الكتاني رحمه الله تعالى، رئيس مجلس الشورى أيام الحسن الأول رحمه الله، وكذلك كبير علماء مدينة فاس، من كان يرجع إليه من علماء المشرق، حتى إن علامة الحجاز الشيخ علي بن ظاهر الوتري رحمه الله تعالى سماه لخمي الزمان وابن قاسم العرفان، على أنه ابن عرفة عند من حققه وعرفه. وهكذا. وإذا تحدثنا عن أعمامه وأعمام والده وأبناء كل فسوف نطيل. يكفي أن نذكر العلامة سيدي الزمزمي الكتاني جد الوالد، العلامة الداعية الذي تتلمذت له جميع الحركة الوطنية في المغرب. ونذكر سيدي المنتصر الكتاني، ونذكر مولاي أحمد بن جعفر وسيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانيين، ونذكر عمي مولاي إدريس رحمه الله تعالى، وعمي سطاي وعمي سعد الدين، وهؤلاء جميعا. فمع هؤلاء تصاهرت رحمها الله تعالى وتزوجت وأنشأت بيتا طيبا طاهرا مبنيا على الدين، ومبنيا على التصوف، ومبنيا على التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. سيدي عمر الكتاني رحمه الله تعالى من كان يزوره كان يجد مجلسه مجلس حضارة وثقافة ولطف وإيمان وتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وذكر لأخبار العائلة الشريفة الكتانية وأخبار والده بالأخص الشيخ سيدي المكي الكتاني رحمه الله تعالى. فخسارة هذه المرأة الفريدة في هذا المجتمع الفريد هي خسارة لنا جميعا، وهي خسارة لوطننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، فقد كانت طيبة فاضلة متواضعة تستقبل ضيفانها بكل ابتسامة وكل أريحية وكل كرم. مجلسها مجلس طيب مأنوس ومجلس خير، ربت أبناءها على هذه القيم، ونشأ بيتها في هذه المعاني الطيبة الطاهرة، وكان بيتها قبلة لسائر أبناء العائلة يأتون إليها ويجلسون في هذا البيت، وربما يمكثون فيه الأيام الطويلة وربما الأسابيع، سواء من أهلها في المشرق في بلاد الشام أو في المغرب أو في الصويرة أو في غيرها. هذه أمور يجب أن تذكر لها وأن تذكر في أخبارها، لأن هذا الصنف من النساء أصبح قليلا. الوفاء للأزواج والوفاء للأصل والوفاء للاسم والوفاء للأسرة وإكرام الضيف والمائدة الدائمة والابتسامة الصادقة وتحمل المسؤولية بجميع معانيها، هذه معاني أصبحت قليلة في عصرنا. وبتذكارنا لهؤلاء السادات الذين تميزوا بهذه الخصال، فإننا نعطي مثالا طيبا طاهرا لنا ولأبنائنا ولأحفادنا، عسى أن يقتدوا به، عسى أن يقتدوا بهؤلاء الأكابر في سيرهم وفي أخلاقهم وفي الميزات التي حباهم الله تعالى بها. فاللهم ارحمها واغفر لها وارفع درجتها وأسكنها بحبوح الجنان. اللهم أكرم نزلها ويمن كتابها وثقل ميزانها واغسلها من الذنوب والخطايا ونقها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب العالمين احشرها في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم وبارك في أبنائها وبارك في ذرياتها، وبارك يا ربنا فيهم، وارزقهم الخصال الطيبة، وارزقهم الألفة، وارزقهم
التوفيق والنجاح والسداد في كل ما يسبون إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونصيحتي لأبنائها ولأبناء كل مفقود أن يبقوا على العهد، وأن يذكروا آباءهم بالخير، وأن يستغفروا لهم، وأن يدعوا لهم في المواطن الطيبة، فإنه كما في الحديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلا تفرطوا في آبائكم بصدقة جارية تجعلوها لهم، وبعلم إن كان عندهم أن تنشروه وتذيعوه. من كان لأبيه مخطوطات أو علم أو كتب فليطبعها ولينشرها. من كان له عمل من الأعمال الصادقة الصالحة فليعن ذلك وليجعله يستمر. من ترك مالا فليعطى منه للمدارس، لملاجئ الأيتام، لأفعال البر والخير. من كان كذلك، وأن لا ننساهم من الدعاء في المواطن الفاضلة، الدعاء في الأسحار، الدعاء في يوم الجمعة، الدعاء في الصلاة، في السجود وبعد الصلاة، فإن ذلك من البرور بهم. فإن من برور الابن لأبيه أن يدعو له بعد موته، وأن يصل الرحم التي لا توصل إلا عن طريقه، وكذلك أن يصل أصحابه ومن كان يحب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.